عمرك حسيت إنك بتدعي بس حاسس إن ربنا مش سامعك؟ بتصلي بس قلبك مش حاضر؟ حاسس إنك بعيد؟ أقرب لحظة لربنا مش وقت ما تكون كويس، ده وقت ما تكون إنك ضايع. اللحظة دي ليك أنت بس. خد نفس وجهز قلبك ومشروبك المفضل وبينا نستمتع. السلام عليكم. حصل لك قبل كده إنك تغلط غلطة وتفضل بعدها تسأل نفسك هو ربنا زعلان مني ولا لسه بيحبني؟ تحس كده إنك مش في حالك، الدعاء مش طالع من القلب، والقرآن اللي بتقراه بس مش حاسس بيه، والدمعة اللي كانت بتنزل بسرعة اختفت، وترجع تقول لنفسك هو أنا بعيد وأنا شكلي مش محبوب من عند ربنا. لكن الحقيقة أكتر لحظة بتكون فيها قريب من ربنا هي اللحظة اللي بتحس فيها إنك بعيد، لأن اللي قلبه مات مش بيسأل ولا بيتوجع، لكن طول ما قلبك بيسأل يا رب أنت راضي، فأنت لسه جوه الرحمة ولسه ربنا بيبص لك. وده يخلّيني أقول لك افتكر سيدنا موسى نبي من أولي العزم بيقول لربه: "يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير." تخيل ده نبي يقول أنا فقير، محتاج، تايه، يبقى إحنا لازم نقع ولازم نضعف ولازم نتلخبط، بس كل ده علشان نرجع ونقول رجّعني ليك يا رب ولو من أول وجديد. موقف بسيط حصل معايا، مرّة كنت باصلّي وقلبي مش حاضر، واقف قدّام ربنا بس حاسس إني مش في الصلاة. دماغي بتلف واللسان بيقول لكن القلب ساكت، وفي السجدة قلت أنا كده ضايع ربنا مش هيتقبل. وبعدها بكام يوم حصلت حاجة صغيرة جدا ورجعتني أقرب من الأول. وقتها حسيت المعنى الحقيقي اللي بيحاول عمره ما بيضيع. هي رسالة بسيطة مني ليك. وقعت، ارجع، ضعفت، ارجع يا سيدي، اتأخرت برضو ارجع، لأن ربنا قالها بصوت مليان رحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مش بس غلطوا، ده أسرفوا يعني غرقوا. وبرضه قال لهم يا عبادي، فما بالك بك أنت اللي لسه فيك ندم ولسه فيك وجع. ده دليل إنك لسه محبوب عند ربنا. قبل ما نقفل الفيديو، لو حسيت إنك تايه فده مش معناه إنك ضايع، ده معناه إنك بتدور، وده أول طريق الرجوع. ما تتكسفش من ربنا وما تتأخرش، ما تقولش خلاص فات الأوان. كل لحظة بتقول فيها يا رب هي لحظة ربنا بيقول لك فيها أنا سامعك ومستنيك ترجع لي. حصل لك كده قبل كده؟ حسيت إنك بعيد؟ طب رجعت إزاي؟ شاركنا قصتك في التعليقات، يمكن تكون سبب إن أي حد يرجع لربنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وسبسكرايب. سلام، أشوفكم في اللحظة الجاية.